بص يا سيدي، عبد الرحمن الناصر كان بيحكم الأندلس سنة 355 هجرية. الناصر اللي كان تامن أمراء بني أمية في الأندلس، وكان أول خليفة أموي في قرطبة، وأعمامه سابوا له الطريق لحكم الأندلس. ودي حاجة كانت غريبة في التاريخ الإسلامي، إن الحفيد يورث الحكم وأعمامه لسه عايشين. أعمامه ما كانوش زاهدين في السلطة، هم كانوا بيهربوا من ضعف الدولة وقتها، الدولة اللي كانت قربت تنتهي بعد 200 سنة من تأسيسها. لكن الناصر كان ليه نصيب من اسمه، قدر انه يخمد الثورات اللي ضده ويوحد الدولة. بعد كده قدر يدخل في حروب ضد الممالك المسيحية اللي كانت في شمال دولته، وقدر يجبر خصومه ان هم يروحوا له قرطبة ويبوسوا ايديه قصاد الشعب الاندلسي. الناصر كان عنده 11 ولد، واختار ابنه المستنصر علشان يحكم من بعده. المستنصر ابن الناصر في الوقت ده كان عنده 50 سنة، ولحد عمره ده ما كانش خلف اي عيل لسه. الناصر كان خايف على ابنه المستنصر والدولة من بعده، لأن ده ممكن يرجع التمردات مرة تانية. بس ده مش اللي أنهى الدولة الأموية في الأندلس. المستنصر يخلف بعد كده ويجيب هشام المؤيد بالله، واللي في عصره هتضيع الدولة الأموية. الحاجب المنصور محمد ابن أبي عامر سيطر عليه وعلى الأندلس، وده واحد من أسباب سقوط الأندلس بعد كده. تعالوا نرجع بالزمن شوية. طارق ابن زياد يدخل الأندلس سنة 92 هجرية. الجيش بتاعه كان فيه قبيلة يمنية اسمها قبيلة المعافري، ودي القبيلة اللي جه منها محمد ابن أبي عامر. أبوه كان عبد الله بن أبي عامر، وده كان واحد من علماء وفقهاء الجزيرة الخضراء اللي موجودة في جنوب أسبانيا دلوقتي، وكان فقيه جدا واتشهر بزهده في مجالس السلاطين. يتولد محمد بن أبي عامر سنة 327 هجرية، ويورث فقه أبوه وسيرة أجداده. لكن هدف محمد كان مختلف عنهم من البداية، ومحمد بن أبي عامر كان عايز يحكم الأندلس كلها. محمد يسافر قرطبة العاصمة علشان يتعلم فيها. قرطبة كانت منارة المدن الأوروبية وقتها. طموح الحاجب المنصور خلاه نكتة بين أصحابه، وهو في طريقه لقرطبة كان معاه أصحابه. قال لأصحابه أنا هبقى حاجب الأندلس، والحاجب هنا تاني راجل في الدولة، حاجة كده زي رئيس الوزراء دلوقتي. وقال لهم أنا هملك الأندلس وهقود جيشها، وهيتنفذ فيهم حكمي، والكلام اللي هقوله هيمشي. وطلب من اللي كانوا معاه كل واحد يتمنى حاجة. الأول قال له ماشي يا سيدي، خليني والي قرطبة. والتاني قال له يا سيدي انا عايز امسك السوق في قرطبة. اما التالت قال له انا عايز امسك ولاية قورة. اما الرابع شتمه وقعد يتريق عليه. الحاجب وصل للحكم فعلا، وحقق لكل واحد الامنية اللي اتمناها، وجاب الرابع وغرمه غرامة كبيرة على كلامه. يوصل الحاجب جامع قرطبة الكبير، وهناك يبقى معروف ومميز بين كل اللي معاه. الحاجب كان عنده علم بتاريخ العرب والاشعار والفقه الاسلامي، وكان قادر انه ينجح في كل امتحان بيدخله، وبعد عن حياة الاغاني اللي كان دخل فيها اصحابه. الاندلس في الوقت ده اتشهر فيها الالحان والاغاني، وفي من الاغاني اللي عايش لحد دلوقتي في الفلكلور الاسباني، يعني مثلا رقصة الفلامنكو المشهورة اصلها اندلسي. المهم كان في دار للمغنيات بناها المغني زرياب. الحاجب المنصور وهو صغير راح للدار دي مره بالصدفه، شاف هناك جاريه صوتها جميل وشكلها حلو، لكنه يهرب اليوم ده بس يرجع تاني يوم علشان يسال عنها، بس يتفاجئ ان صاحب الجاريه باعها. ده نفس الوقت اللي الناصر كان بيدور على واحدة تخلف ولي العهد لابنه، علشان كده يشتري جارية جميلة ويديها هدية لابنه. الجارية اللي كان اسمها صبح البشكنشية. صبح قدرت تسيطر على المستنصر وتخلف له الولد اللي كان نفسه فيه. صبح اللي كان عاجبها كرسي الخلافة. في الوقت ده الممالك المسيحية كانت مستنية موت الناصر، كانت على أتم استعداد لدخول الأراضي الإسلامية. بس الأندلس ما كانتش متحصرة من الممالك المسيحية الشمالية لوحدها. في الجنوب المغربي ظهرت الدولة الفاطمية، واللي كانت متأسسة على المذهب الشيعي. الدولة الفاطمية اللي بنت القاهرة وخلتها عاصمة ليها بعد كده. أما الدولة العباسية فكانت في انهيار داخلي، بس برضه كانت مصممة إنها تحارب الدولة الأموية في الأندلس. أما الوضع الداخلي في الأندلس مشاكله كانت كتيرة. القبائل العربية بتعمل ثورات على السلطة المركزية للدولة، علشان كده عبد الرحمن الداخل كان مستعين بالصقالبة. انا عامل حلقة عن عبد الرحمن الداخل تقدروا تتفرجوا عليها، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف تحت. المهم ان عبد الرحمن الداخل جاب الصقالبة وعينهم خدم وعساكر، ودي كانت سياسته علشان يعمل توازن في حكم الاندلس. وبين كل ده الحاجب كان لسه شاب صغير. الحاجب فتح دكان في مدينة الزهراء اللي كان فيها قصر المستنصر. الحاجب بدأ يكتب الرسائل وينسخ الكتب الموجودة. اسلوب الحاجب كان ادبي رائع، ده غير شكله ومظهره وحلاوة لسانه، وده خلاه يكسب صداقة الصقالبة. بعد كده يشتغل الحاجب عند قاضي الأندلس، واللي يرشحه انه يكون كاتب للرسائل عند الحاجب جعفر المصحفي. ونرجع للصبح اللي جابت ولي العهد للخليفة، وهنا يبقوا محتاجين حد يدير شؤون ولي العهد الصغير، وكمان يبقى كاتب رسائل زوجة الخليفة. ويقع الاختيار على محمد ابن أبي عامر، واللي كان بيحب صبح من غير ما تعرف، بس هي تحبه بعد كده بسبب ذكائه ولسانه وشخصيته. وقدر انه يستغل العلاقة دي علشان يتدرج في مناصب الدولة. المستنصر برضه كان عاجبه الشاب وعلمه، فولاه وزارة
وزارة المالية سنة 356 هجرية، وبعدها بسنتين خلاه القاضي بتاع إشبيلية. يموت ابن الخليفة لكن مراته تجيب ولد تاني ويبقى الحاكم المنصور وكيل هشام بن المستنصر. سنة 362 هجرية الحاجب المنصور ياخد أول مهمة سياسية، وده كان اختبار ذكاء ليه. الحاجب يسافر للمغرب علشان ياخد ولاءه لحكام الدولة الأموية في الأندلس، وفعلا ينجح في هدفه، وبعد كده يبقى قاضي القضاة في الأراضي المغربية، ولما يرجع الأندلس يبقى قائد للشرطة أو وزير الداخلية. كده الحاجب المنصور بقى الراجل التاني في دولة الخليفة. كل ده محمد بن أبي عامر ما كانش كمل 30 سنة. النجاحات دي كلها خلقت أعداء ليه. الخليفة المستنصر كان شايفه ناجح في كل حاجة، حتى في تعامله مع نساء الخليفة، وده خلى أعدائه يوقعوا بينه وبين المستنصر، وقالوا إنه بيصرف من مالية الدولة. الاتهام ده كان اتهام صحيح، لكن المنصور قدر يستلف من وزير علشان يسد العجز اللي عنده، وده يقربه من القصر أكتر وأكتر. يموت الخليفة الأموي المستنصر سنة 366 هجرية، وبموته يبتدي الصراع في القصر الأموي. هشام بن المستنصر وراه 3: جعفر المصحفي وغالب الناصري ومحمد بن أبي عامر. أما الصقالبة اللي كانوا موجودين في القصر فكانوا عايزين المغيرة ابن عبد الرحمن الناصر، وده كان أخو المستنصر. خطتهم كانت هتنجح لأنهم أول ناس عرفوا بموت الخليفة، بس كبير الخدم الصقلبي قال الخطة للمصحفي، واللي باين كده إنه موافق على الخطة دي، وطلب المصحفي من محمد بن أبي عامر إنه يقتل المغيرة، وبكده يفوز هشام وأمه بالحكم ويبقى معاه محمد بن أبي عامر. خبر موت المستنصر يوصل للممالك المسيحية، وعلى طول ينقضوا المعاهدات ويعلنوا الحرب على الأندلس. دخلوا الأندلس وكانوا قربوا لقرطبة، وبدأ كبار الدولة يتمردوا على المصحفي. وقتها خرج الحاجب المنصور على راس جيشه ورجع بعد 52 يوم وهو منتصر في حربه. ده خلاه مشهور أكتر وأكتر بين الشعب الأندلسي، خصوصا إنه عربي زيهم مش من الصقالبة. الحاجب المنصور بعد ما رجع لقرطبة بدأ يخطط إنه إزاي يسيطر على السلطة. كان في خلاف بين المصحفي والناصري، المصحفي متهم بالضعف والناصري متهم بالتقصير. الحاجب المنصور قدر يطير المصحفي من مكانه ويبقى الحاجب الرسمي للدولة وتاني راجل زي ما تمنى. وخلال 5 سنين يتخلص الحاجب المنصور من كل أعدائه في الداخل الأندلسي. حبس هشام المؤيد بالله في قصره، وطلع إشاعة إن الخليفة فوضوا الحكم الدولة، والخليفة بقى هيقعد في قصره علشان يتفرغ للعبادة. وقتها محمد بن أبي عامر يسمي نفسه المنصور، وبقى الشيوخ بيدعوا له على المنابر، وكمان يكتب اسمه على العملات المعدنية. أم الخليفة حاولت تبعد الحاجب المنصور عن السلطة، لكن الحاجب المنصور كان وصل لحلمه ومستحيل يبعد عنه، فحبس أم الخليفة في قصرها هي كمان. الحاجب المنصور كان واحد من أقوى الحكام في تاريخ الأندلس. الدولة في عهده وصلت لأكبر اتساع ليها. الحاجب دخل 54 معركة ما خسرش ولا واحدة. حتى كتب التاريخ المسيحية قالت انه اعظم من حكم الاندلس، واكتر حاكم خاف منه ملوك الدول المسيحية المجاورة للاندلس. الحاجب المنصور حكم الاندلس 25 سنة، وسنة 392 هجرية يخرج في غزوة، لكن المرض يشتد عليه ويحس ان الموت قرب منه، فيوصل ابنه عبد الملك بالحجابة من بعده، وابنه عبد الرحمن يبقى قائد للجيش الاندلسي، وتستمر الوصاية على هشام لمدة 9 سنين كاملة. يموت عبد الملك ويجي اخوه عبد الرحمن في الحجابة من بعده، وده اللي اسقط الدولة العامرية والدولة الاموية، ومعاه كان بداية سقوط الاندلس. عبد الرحمن يعلن نفسه حاكم للدولة. هنا تقوم ثورة عليه تنتهي بقتله وخلع الخليفة، وتجيب الامير الاموي محمد المهدي بالله، وده كان امير طايش. المهدي بالله عمل صراع في البيت الاموي، جاب هشام المؤيد بالله وحبسه. هشام ده كان اكتر واحد مظلوم في القصة. المهم ان المهدي سجن عدد كبير من امراء الدولة الاموية، وكمان سرح 7000 جندي من الجيش الاندلسي، وده يخلي امير اموي تاني يستنجد بملك قشتالة عشان يحكم الاندلس، وفعلا يقدر ينتصر على المهدي. لكن جيش المهدي يستنجد بقشتالة هو كمان، ويدفعوا فلوس كتير علشان يساعدوهم في دخول قرطبة، ويحرروا الخليفة هشام المؤيد بالله علشان يحكم الاندلس مرة تانية. لكن البربر يحاصروا قرطبة ويرجعوا المستعين بالله. وسنة 318 هجرية تنتهي الدولة الأموية في الأندلس تماما، علشان تدخل الأندلس في عصر جديد واللي اتسمى في التاريخ بعصر ملوك الطوائف، واللي توصل الأندلس من دولة كبيرة لإمارة صغيرة تنتهي بعد كده. ولحد هنا خلصت حلقتنا. لو عجبتك الحلقة متنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، وكمان ادخل القناة اتفرج على الفيديوهات القديمة. كان معاكم أحمد عوض، واستنوني الحلقة الجاية. سلام.